السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، خلاص رمضان فاضل عليه ايام. ربنا يا رب يقعد علينا وعليكم الايام بخير يا رب، ويجعله شهر كريم على أمة محمد اجمعين. النهارده انا جايه لكم فيديو جديد وفيديو حلو جدا جدا وهينفعكم ان شاء الله ويلا احنا بنستفاد من بعض. تمام. فيديو النهارده هنتكلم فيه عن 30 وجبة فطار لرمضان. تمام. يعني احنا عندنا بأمر الله يا رب 30 يوم ب 30 وجبة. فطبعا انت كل يوم بتبقى محتارة تعملي ايه موضوع التفكير في الاكل ده والشرب في رمضان بالذات بيبقى صعب شوية. فانا جيت النهاردة ان شاء الله معاكم ب30 فكرة فطار. تمام. طبعا اول يوم ده زي ما كلنا عارفين وزي ما كل المصريين بيعملوا، يعني محشي كرنب وبط او فراخ. تمام. يعني على حسب ما طبعا ظروفنا احنا، طبعا الدنيا غالية جدا جدا، يا رب ربنا يوسع رزقنا جميعا يا رب ويعيننا. تمام. فممكن نستبدل البط بالفراخ عادي جدا. كل واحد وظروفه يا جماعة، يعني أنا بقول لكم الجدول وانتوا كل واحد وظروفه وكل واحد وإمكانياته. تمام. يعني انت بقى وظفي كل أكلة على حسب إمكانياتك. وممكن مثلا نعمل معاها جلاش باللحمة. شوربة اللسان عصفور ده عندنا احنا في رمضان أساسي كل يوم على الفطور. في ناس بالنسبة لها لأ عادي مش لازم، احنا بالنسبة لنا أساسي. فشوربة اللسان عصفور دي هتبقى معايا في كل يوم على الفطار، في كل وجبة أساسية. لازم بعد مثلا بنشرب أيا كان بقى بلح بلبن، أو لو انتوا بتبلوا بلح كده يعني، برضو دي حاجة ترجع لكل بيت متعود على ايه. اساسي بعديها على طول شوربه اللسان عصفور. تمام. وطبعا هنحلي، لازم نعمل بقى حلو كده، نعمل كنافه بقى بالمكسرات، كنافه ممكن محشيه مهلبيه مثلا. كنافه لو ناس ما بتحبهاش ما بتحبهاش مثلا مهلبيه او كده، ممكن تعملها بالمانجا، لان في ناس ما بتحبش المكسرات، فكل واحد برضو وذوقه. تمام. اليوم التاني بقى عندنا طبعا بنبقى احنا عاملين اكل بكمية كبيرة، فهيبقى عندنا بواقي اليوم الاول. تمام. تاني يوم هيبقى عندنا طبعا، اول يوم ده بنعمل اكل بكمية كبيرة وما بنفطرش قوي، لان معظمنا طبعا بيشرب المية كتير والعصاير كتير، فما بنفطرش قوي. فيبقى تاني يوم ان شاء الله بواقي اليوم الاول. وممكن بقى نعمل جنبيها قطايف برضو محشية مكسرات، محشية كريم شانتيه، اللي تحبيه بقى واللي ولادك متعودين عليه اعمليه. نيجي بقى لليوم التالت وهو معانا كفتة فراخ أو كفتة لحمة. ده على حسب بقى ما انت بتحبي أو حسب ما ولادك بيحبوا ومتعودين. في ناس بياكلوا كفتة الفراخ عادي، في ناس لأ أساسي عندهم كفتة اللحمة. يعني أنا ولادي واحنا هنا وجوزي وكده لأ بنحب كفتة اللحمة مش الفراخ. فانت بقى على حسب ايه ما انتوا بتحبوا. تمام. زائد مكرونة بالصلصة أو مثلا بطاطس محمرة، او طبعا السلطه اساسي او المخلل، زائد برضو شوربه اللسان عصفور زي ما قلت لكم معانا في كل الايام. تمام. نيجي هنا ان شاء الله رابع يوم، ممكن نعمل سمك بولتي سنجاري. تمام. يعني بتفتحوه كده وبتحشوه بقى مثلا. كل ده ان شاء الله الاكلات دي هنعملها مع بعض. بصل وفلفل الوان وكده، ده برضه بتبقي مسويه على النار الاول. كل ده ان شاء الله نعمله مع بعض، او ممكن تعمليه مقلي اللي برضه بتحبيه. بس على فكرة السمك البلطي السنجاري اللي بتعمليه في الفرن بيبقى طعمه حلو جدا. تمام. ده طبعا زائد رز بني زائد سلطة. في ناس ما بتحبش جنب السمك رز بني، بتحب رز أبيض، حسب برضه ما انتي بتحبي. نيجي هنا لليوم الخامس هنعمل حواوشي وجنبيه طحينة. حواوشي يعني طحينة على طول. وهنعمل جنبيه بطاطس محمرة ومخلل، وبألف هنا وشفا. ممكن تعملي هنا حلو مثلا، يعني بقالك كام يوم ما عملتيش حلو، تروقي عليهم بقى تعملي أي حلو انتي حباه. تمام. نيجي هنا اليوم السادس هنعمل ورقة لحمة أو كباب حلة، اللي برضو انت تفضليه. ورقة لحمة بتبقى طعمها حلو جدا، وكباب الحلة بيبقى طعمه حلو، كل صنف من دول ليه طعم. تمام. وجنبيهم أساسي ده أو ده الرز بشعرية أو السلطة وزائد السلطة. تمام. يعني جنب الأساسي الرز بشعرية زائد سلطة. ممكن بقى نعمل لهم الحلو هنا ايه بسبوسة. نيجي هنا لليوم السابع، ده بقى هنخليه بقى يوم ايه اقتصادي بقى ان شاء الله. هو 6 ايام بقى فراخ ولحمه ومش عارف ايه يعني وسمك مظبطينهم على الاخر. فنعمل بقى يوم اقتصادي كده يبقى جميل كده. تمام. ممكن نعمل فول بالطماطم، بطاطس محمره، شكشوكه بالبيض، ونعمل جنبها شويه سلطه، وبألف هنا وشفا. بتبقى اكله جميله جدا جدا، وعايزه اقول لكم ان بتاكل عن الاكل الطبيخ وكده. نيجي هنا لليوم التالت هتبقى أكلة بقى سمين بقى. ما اقولكوش على أكلة السمين المعتبرة بقى لما بتعمليها في البيت كده بحاجتك، بنظافتك انتي، بالحاجة انتي غسلاها بإيدك وضامنة نظافتها وضامنة جودتها. بتبقى بجد طعمها تحفة وأحلى من بره بكتير.
إحنا بنحب أكلة السمين أوي، كنا بنجيبها من برّه، بعد كده بقى أنا بقيت أعملها لهم في البيت، بقت تعجبهم جدًا وما بقيتش أشتريها من برّه. وعلى فكرة هي مش مكلفة، يعني أنتِ بتجيبي مثلًا لو أنتم أسرة صغيرة زينا كده، بتجيبي من كل حاجة ربع، تمام، يعني بتجيبي مثلًا ربع كفتة، ربع ممبار، ربع حلويات، تمام، ربع كبدة وقلب وكلاوي، كده يعني بتجيبي من كل حاجة ربع وبتعمليها، وربع فِشّة، وبتبقى بجد أكلة تحفة، وبتعمليها كده في سندوتشات بتبقى حاجة مختلفة. بنعمل بقى فيها طحينة، تمام، بنحط يعني في الساندوتش كده طحينة وسلطة بلدي، دي برضه بتبقى طعمها حلو أوي. أو لو أنتِ مش بتحبي الأكلة دي ممكن تعملي بانيه ومكرونة بالصلصة وسلطة، تمام. طبعًا البانيه غِلي أوي، ربنا يا رب يعيننا، بس هنعمل إيه يعني، إحنا طبعًا في شهر كريم وبنبقى صايمين، فلازم هنعمل الأكلات دي غصبٍ عننا، فربنا يوسّع رزقنا جميعًا يا رب. نيجي هنا يا بنات لليوم التاسع هنعمل فيه طاجن لحمة بالبطاطس، بيبقى طعمه حلو جدًا، جدًا، بيبقى طعمه بجد روعة. بتسوي كده اللحمة نُص سوا على النار، وبعد كده بتحطيها في صينية البطاطس بتاخد من طعمها بتبقى حلوة أوي. وهنعمل جنبها رز بشعرية، وفي ناس بالمناسبة بيحبوا رز أبيض برضه زي ما أنتم بتحبوا يعني. ومنها طبعًا شوربة اللسان عصفور والمخلل أو سلطة، ده على حسب ما أنتم حابين مخلل أو سلطة. وطبعًا نعمل بقى حلو بقى كنافة بالمانجا، بتبقى روعة. أنا عاملاها على القناة بالمناسبة. نيجي هنا لليوم العاشر نعمل بقى كبد وقوانص، يعني زي ما أنتِ بتحبيها كده ببصل بقى وبطاطس محمرة جنبها، بتبقى وجبة حلوة جدًا وشوية سلطة، بتبقى وجبة جميلة. أو بتعملي كبدة بلدي برضه بتشوحيها كده في حتة سمنة بلدي، وبتعملي جنبها شوية بطاطس محمرة، وبتبقى سلطة، وبتبقى وجبة حلوة جدًا، جدًا، وجبة خفيفة يعني. نيجي هنا لليوم ال11 نعمل بقى يوم اقتصادي برضه، يعني مش كُلّه فراخ لحمة كده. نعمل هنا مثلًا مسقعة وجنبيها بطاطس محمرة وسلطة، أو ممكن تعملي تونة لو أنتم ما بتحبوش المسقعة. بس بصراحة التونة بقت غالية جدًا، جدًا، وأقل أسرة صغيرة عشان تكفّيها التونة ممكن مش أقل من علبتين يعني، وجنبيها كمان بطاطس محمرة أو حاجة عشان تكفّي، تمام، وسلطة وبطاطس محمرة. ممكن نعمل برضه زي ما قُلت لكم قطايف بالكريم شانتيه على حسب ما تحبي، عشان ده يوم اقتصادي، فممكن اليوم الاقتصادي ده تعملي فيه حاجة حلوة، تمام، عشان تعوّضيهم يعني عن الأكل. نيجي بقى لليوم ال12 إن شاء الله يا رب، نعمل بقى برجر لحمة أو برجر فراخ، بيبقى طعمه حلو جدًا، جدًا بقى في ساندوتشات كايزر كده، وتضبّطيه بقى تحطّي عليه بقى الصوصات بتاعتِك. البرجر الفراخ ده أنا باعمله chicken فراخ كده بتبقى حلوة أوي، وباحط عليه صوص الجبنة الشيدر بتبقى طعمها حلو بقى، والطماطم بتاعتِك بقى، وضبّطيه على حسب ما أنتم بتحبوا. وجنبيها بطاطس محمرة ومخلل، وهيبقى يوم جميل جدًا، جدًا، والولاد هيتبسطوا من اليوم ده جدًا. عايزة أقول لكم إن الولاد بيحبوا الأكلات دي عن أي أكلات، يعني عن الطبيخ وعن الفراخ واللحمة، بيحبوا البرجر والحواوشي والمكرونة البشاميل، بيحبوا الحاجات دي أوي. نيجي هنا لليوم ال13 هنعمل سمك ماكريل أو ماكريل، بس هنفتحه سنجاري. السمك الماكريل ده بيبقى طعمه حلو جدًا، إحنا بنجيبه من برّه مشوي، وأنتِ ممكن تعمليه في البيت مشوي، إن أنتِ تعمليه سنجاري تفتحيه كده، بيبقى بتخلّي الراجل تقولي له يفتحه لي سنجاري، وزي ما قُلت لكم بقى بتحشوه بقى بصل وفلفل ألوان وتوم، وبيبقى طعمه يجنن. أو ممكن تعملي بولتي مقلي، وممكن بقى اللي جنبيها طبق سي فود كده يبقى طعمه حلو أوي، وجنبيها شوية سلطة ورز بني، وبألف هنا وشفا. نيجي بقى لليوم ال14 هنعمل بانيه ومكرونة بالصلصة وسلطة، أو ممكن بدل المكرونة نعمل بطاطس محمرة، تمام. نيجي بقى هنا لليوم ال15 هنعمل فراخ بقى مشوية في الفرن، يبقى سلام بقى على مشوية بقى كده، بتبقى طعمها حلو جدًا وخفيفة كمان على المعدة مع الصيام. وهنعمل معاها جلاش باللحمة المفرومة ورز بالشعرية ولسان عصفور ومخلل، وجبة بصراحة تحفة. وممكن نعمل هنا حلو، بقى لنا كام يوم ما عملناش حلو، نعمل أم علي جنبها. نيجي بقى لليوم ال16 إن شاء الله يا رب نعمل مكرونة بشاميل باللحمة أو نجريسكو بالفراخ على حسب ما ولادِك بيحبوا، وهتعملي جنبيهم أجنحة في الفرن كده ومخلل، بتبقى طعمها جميل. في ناس مع المكرونة البشاميل ما بتحبش تعمل لحوم جنبها، براحتك جدًا. أنا في اليوم ده باعمل أجنحة جنبها في الفرن، عايزة أقول لكم بتبقى طعمها حلو جدًا، 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 وبألف هنا على قلوبكم يا رب. نيجي بقى هنا لليوم ال17 هنعمل فيه شاورما فراخ وطحينة، بس كده. البانيه باقطّعه من بالليل وباتبّله، تاني يوم باسويه كده بطريقة معيّنة. كل إن شاء الله الأكلات دي هاعملها معاكم. وباعمل بقى في الكايزر بتاعي أو بعيش زي ما تحبّي الشاورما وعليها طحينة، وبتبقى أكلة جميلة جدًا، وممكن نحمّر جنبها شوية بطاطس كده يعني.
نيجي هنا لليوم ال18 هنعمل بقى بيتزا بقى اليوم ده، يعني إيه نحسّس الولاد كده إن هُم كإنّهم بيفطروا برّه يعني. نعمل بقى بيتزا كده باللحمة أو بيتزا بالسجق أو بالفراخ على حسب ما أنتم برضه بتحبوا، وجنبيها بطاطس محمّرة ومخلِّل، أو ممكن تعملي بيتزا بالجبن مش لازم خالص لحوم أو فراخ يعني. تمام. نيجي هنا بقى لليوم ال19 هنعمل فراخ مندي ورز بسمتي وسلطة الدقوس، بتبقى طعمها حلو جدًا. الفراخ المندي دي عايزة أقول لكم بتبقى حلوة جدًا، جدًا ومختلفة وخفيفة كده، عشان كلها بتبقى مستوية في الفرن تمام، والرز البسمتي جنبها بيبقى طعمه جميل جدًا. نيجي هنا لليوم بقى ال20 هنعمل بقى سمك بولتي وسمك مكرونة مثلًا، مكرونة لو أنتم بتحبوها الصغيرة البلدي أو الكبيرة على حسب ما أنتم بتحبوا، ورز بني وسلطة وبألف هنا. لازم يوم الأسماك ده تعمليه يوم في وسط الأسبوع عشان الأولاد مفيد جدًا ليهم. نيجي هنا اليوم ال21 هنعمل بقى أكلة بقى حرشة كده، ممكن قرنبيط مقلي جنبيه سلطة. تمام. نيجي هنا اليوم ال22 طبعًا إحنا آخر 10 أيام في رمضان دايمًا بنحاول نعمل أكلات ما بتاخدش مننا وقت، لإن بقى أنتم عارفين كل سنة وأنتم طيبين بيبقى تنضيفات العيد بقى وما نبقاش فاضيين أوي إن إحنا نعمل أكلات بتاخد مننا وقت ومجهود. إحنا خلاص عملنا لهم كل الأكلات اللي بتاخد مننا وقت ومجهود في أول الشهر الكريم، وبنيجي آخر 10 أيام ده يعني بنعمل أكلات بس أكلات خفيفة وسريعة عشان ما تاخدش مننا وقت يعني. تمام. هنعمل بقى سجق بلدي وجنبيه مخلل وشوربة بطاطس محمرة، ولو أنتِ بتحبيه بقى فينو كده زي كأنِك جايباه من برّه لولادِك بيبقى طعمه حلو أوي. نيجي هنا اليوم ال23 هنعمل فيه طاجن دبابيس فراخ بالبطاطس، بيبقى طعمه حلو أوي. يعني هنجيب دبابيس فراخ هنعملها في بطاطس كده في الفرن بتبقى طعمها حلو جدًا، وهنعمل جنبيها رز بشعرية ومخلل وبلسان عصفور وبألف هنا وشفا. ممكن نعمل كنافة جنبها بالمكسرات. نيجي هنا اليوم ال24 هنعمل بقى طاجن بورق العنب، ده عايزة أقول لكم بيبقى روعة بصراحة. الورق العنب بياخد كده من طعم الكوارع، بيبقى طعمه حلو جدًا، جدًا. تمام. وجنبيها شوية مخلل، وأنتِ لو حابة ممكن عشان عندِك كوارع تعملي جنبيها شوية فتة كوارع، بتبقى حلوة جدًا برضه. نيجي هنا اليوم ال25 ممكن نعمل فيها طواجن مكرونة باللحمة المفرومة. عارفين أنتم الطواجن بتاعة المكرونة اللي بتاع الكشري؟ بس إحنا طبعًا هنعملها بقى في البيت حاجة بقى جودة كويسة ونضيفة. تمام. وفي الطواجن الصغيرة دي لو ما عندكيش ممكن طاجن كبير عادي جدًا تلمي فيه الأسرة يعني، لكن لو الطاجن الصغيرة دي بيبقى كل واحد ليه الطاجن بتاعه، بتبقى طعمها حلو أوي. بتحطي اللحمة المفرومة من تحت وفوقيها المكرونة والصلصة، بس طبعًا اللحمة المفرومة بتبقى متعصجة. تمام. إن شاء الله هنعملها مع بعض، وجنبيها شوية مخلل، بتبقى وجبة مختلفة وطعمها حلو أوي. يعني أنتِ ممكن بربع لحمة مفرومة تعملي الوجبة دي، مش لازم يعني نجيب كميات كبيرة. هنا نيجي ليوم ال26 هنعمل بقى إيه، كفتة رز مثلًا عارفينها بتبقى طعمها حلو جدًا، جدًا. كفتة الرز دي أنا باحبها أوي، ونعمل جنبها رز بشعرية ومخلل، بس مش هنعمل جنبيها لحوم لإن أصلًا الكفتة بيبقى فيها لحمة، وطبعًا زي ما أنتِ تحبي. نيجي هنا اليوم ال27 هنعمل لهم بقى كريب شيش طاووق بقى، يعني ده اليوم بقى طبعًا اللي إيه يعتبر أكل من برّه للأولاد تمام. بس إحنا بنعمله في البيت. ممكن تعملي كريب شيش طاووق، كريب بانيه، أي بقى كريب أنتِ بتحبيه ولادِك بيحبوه اعمليه، وجنبيه شوية بطاطس محمرة ومخلل، وممكن نعمل حلو بقى بسبوسة، كنافة، اللي يريحِك. تمام. نيجي هنا اليوم ال28 هنعمل بقى تونة وبطاطس محمرة وسلطة، وممكن تبدلي التونة بأي وجبة، قرنبيط، فول وطماطم وشكشوكة ببيض وسلطة، بتبقى وجبة حلوة جدًا. نيجي هنا اليوم ال29 هنعمل بقى حواوشي ومخلل وطحينة. إحنا عملناه في أول الشهر الكريم بس خد وقت يعني، بقى مثلًا بعديها أسبوعين 3 عقبال ما عملناه، بس بتبقى وجبة سريعة فاهميني، عشان دول آخر كام يوم في الشهر الكريم، فبتبقى وجبة سريعة. نيجي هنا بقى اليوم ال30 إن شاء الله يا رب، لو يعني رمضان 30 يوم بأمر الله يا رب، هنعمل فيه سمك مشوي، أو ممكن نجيبه بقى من برّه اليوم ده، لإن اليوم ده طبعًا كل سِت بيت بتبقى إيه مشغولة في الشقة وترويق الشقة، وإنِّك أنتِ بقى خلاص بقى بتفرشي فرش العيد وكده. وربنا يقوينا جميعًا يا رب، ونعمل جنبيها شوية رز بني كده وشوية سلطة وبألف هنا وشفا، أو ممكن بدل الرز البني تعملي جنبيها طحينة وسمك مشوي تاكلوه بالعيش والطحينة، وهتبقى وجبة حلوة جدًا، جدًا. بس كده ده كان الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه. يا ريت بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك واكتبوا كومنت جميل كده منكم. اكتبوا لي كومنتات لان الكومنتات دي بتشجعني وبتحفزني ان انا اعمل فيديوهات اكتر واكتر. وبس كده، كل سنه وانتم طيبين، وربنا يا رب يعود علينا وعليكم الايام بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.